لو فاكر إن العفاريت ما بتطلعش في الصور، فأشباح قصر هامبتون ليهم رأي تاني. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. قصر هامبتون من القصور الملكية الموجودة في جنوب لندن، واللي بناه واحد اسمه توماس ويسلي. كان رجل دين مسيحي كاثوليكي، وكان قريب جدا من الملك هنري الثامن، وصرف على القصر ده فلوس متلتلة لدرجة انه بقى أفخم من قصر الملك نفسه. بس يا فرحة ما تمت، انفصلت انجلترا عن الكنيسة الكاثوليكية، وأسس الملك هنري الثامن الكنيسة الإنجليكانية. وتوماس ويسلي قال يلحق نفسه ويثبت ولاءه للملك مهما حصل، فقام مديله قصر هامبتون هدية بدل ما يقلب عليه. الكلام ده كان سنة 1525، ومن وقتها ما شافش قصر هامبتون يوم عدل مع الملك هنري الثامن، اللي خلص على أكتر من زوجة ليه في القصر ده، واللي ظهرت أشباحهم فيه واحدة ورا التانية. هقولك إيه اللي حصل لهم بعد شوية. بس أغرب ظهور للأشباح دي كان في سنة 2003، لما سمع الحراس صوت جرس إنذار جاي من قاعة من قاعات القصر، اللي لما وصلوا لها لقوا كل بيبانها مقفولة وكل حاجة في مكانها الطبيعي. بس الموضوع بعدها فضل يتكرر أكتر من مرة، لحد ما واحد من الحراس راجع شريط كاميرات المراقبة، ولقى باب من بيبان القصر بيتفتح فجأة لوحده، ويظهر من ورا الباب